قسما بالله لو انه النادي الاهلي هو اللي مشى جوزيه جوميز بتاع الزمالك، ده يبقى نادي عبقري. يعني لو النادي الاهلي الى هذه الدرجه هو متغلغل ومسيطر داخل نادي الزمالك، وانه يقدر يجيب انديه من بره، وانه يقدر يجيب عرض، وانه يجيب عقد بعد اليوم اللي قال عليه امين صندوق النادي انه الراجل ده زملكاوي ومن مواليد متعوبه وبيعشق الزمالك، وانه قاعد وانه والنادي الاهلي يقدر يعمل ده يبقى عبقري. ده تبقى عبقريه الاداء بقى. ده يبقى الاهلي ده اكبر جهاز مخابرات في الدنيا في الرياضه، يعني ما فيش بعد كده. انك توصل انك تعرف تعمل ده في وسط ما الرئيس بتاعهم وامين الصندوق ونائب الرئيس واعضاء مجلس اداره والناس بتتكلم وبتقول واعتبروه وقع واعتبروه جدد واللي بعدين فجاه تلاقيه خرج، ده يبقى الاهلي ده. شفتوا شوبير بيقول ايه امبارح او بعد ما جوميز هرب؟ بيقول لك طبعا كل الناس تقول لك الاهلي والاهلي ده اللي داخل